السلام عليكم. في عالم السياسة والحرب دائما المنتصر هو صاحب الحق والمهزوم هو الشرير. ما كنقصدش أن صاحب الحق هو اللي كينتصر ديما، أنا كنقصد أن اللي كينتصر كيعتبر نفسه وكيسجل نفسه في التاريخ هو صاحب الحق، والمهزوم كيتقال عليه شيطان وشرير كان يدمر العالم لولا المنتصرين الطيبين أنصار الحق والعدل والخير والحرية هم وهتلر حالة خاصة بين كل اللي انهزموا في التاريخ، رغم اللي تنال وتقال عليه أنه كان سفاح وشرير ومجنون، لكن هتلر ما كانش الأعداء ديالو بوحدهم اللي هضروا عليه وقالوا بأنه كان مجنون وشرير وكان باغي يدمر العالم. بالعكس، حتى صحابه من جيرينارات والمقربين ليلو تهموه بالجنون وأنه هو السبب اللي دمر ألمانيا ودمر أوروبا. واش كتخيل أن قصة الحرب العالمية الثانية وصلتنا من خلال مذكرات الجنرالات الألمان المهزومين؟ وهذا غير معتاد، لأن المنتصر كما كنعرفوا هو اللي كيكتب التاريخ. راه 90% من تاريخ الحرب العالمية الثانية كان المصدر ديالها الجنرالات الألمان اللي عاشوا بعد الحرب ووصلوا لنا معلومات الحرب العالمية الثانية. واش كتخيل أن إنسان كان عاطل عن العمل كيترقى إلى درجة الزعيم الأوحد لدولة عظمى في أقل من 13 سنة؟ واش يمكن يكون هذا الشخص غبي وجاهل ومجنون؟ واش كتخيل أن هذا الشخص الجاهل والغبي كما يقال يقدر يقضي على كل خصومه السياسيين في الداخل وكينفرد بالحكم في وقت كانت الأمة الألمانية كتعيش أصعب وأخطر مرحلة من التقسيم والتفكك؟ واش كتخيل أن شعب بعشرات الملايين كيتوحد وراء رجل جاهل ومجنون؟ واش هذا الشخص الجاهل والمجنون كما كيقولوا كيصعد بدولة مدمرة ومهزومة ومفلسة إلى أقوى دولة في العالم آنذاك في ظرف 6 سنين؟ أعطيني عقلك واسمع. هتلر ما كانش شخص جاهل ولا غبي بالتأكيد، بل كان شخص كيتمتع بمزايا ذهنية ومواهب عبقرية. هتلر اللي صوروا الأعداء ديالو على أنه شخص شرير كان إنسان نباتي لا يأكل اللحم، وكان محب للحيوانات، كان عنده كلب عاش معه إلى أيامه الأخيرة. وكان هناك قصص أن أطفال الجنرالات وأولادهم كانوا يحبونه حبا لأنه كان طيبا وحنونا معهم. وزيادة على ذلك
كان كيعرف أسماءهم كلها. واليوم في عالم النفس كيقول أن الأطفال لا يحبون إلا الأشخاص الطيبين. ونزيدك، كان هتلر فنان ورسام، وكان كيحب وكيقدر الجمال ومتابع للفن والموسيقى، وما كانش كيدخن ولا كيشرب الخمر، ولا كانت عنده علاقات متعددة نسائية. الشخص كما يقال عنه أنه مجنون وغبي وجاهل فاجأ العالم في سبتمبر 1939 بجيش لا مثيل له في التاريخ، كيزحف بواحد التكنولوجيا عالية على دولة بولندا، وكيسحق الجيش ديال اللي ما كانش ضعيف، وكيحتلها في أيام معدودة. وبعد أشهر قليلة احتل أوروبا الغربية، الدنمارك والنرويج، وكذلك احتل فرنسا اللي كانت كتعد ثاني أكبر قوة عالمية وقتها في خلال أيام قليلة. هتلر نصب نفسه في أشهر قليلة سيدا جديدا لقارة أوروبا.